أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا بحلقة جديدة على قناة مامي ميس. أهلا مايا. أهلا. اليوم معي شيف جديد هو مايا السعيدي. جابالك تطبخ اليوم؟ يعني بناء على طلب خاص منكم ومن مايا برضه. مايا حبت تشاركنا بهاي الحلقة، واليوم رح نعمل أنا وياها إشي ذات كتير هي بتحبه اللي هو إيش؟ تارت. بتحبي التارت؟ في عجينة وهيك رح ننبسط أنا وياك وإحنا نشتغل، أوكي؟ اليوم زي ما انتم شايفين معنا مايا رح تساعدنا. التارت اللي رح نعمله اليوم هو تارت الفواكه، عبارة عن عجينة هشة، جواها رح يكون في الكاسترد وفوقه رح نزينه بالفواكه. طبق كثير لذيذ وخفيف، ويعني دائما احنا بنشتري جاهز، بس جديد انا تعلمته وصاروا يحبوا انه نعمله بالبيت لانه كثير حلو ولذيذ وان شاء الله بينال اعجابكم. فالمكونات معنا يا مايا، بتعرفي شو المكونات؟ ايش عندنا مكونات؟ هلا رح اقول لك اياهم. اول اشي للعجين بيلزمنا بيضة ملعقة فانيلا، قالب زبدة 100 جرام، 3 ملاعق سكر، كاسة طحين. رح نستخدم الطحين، عندنا كوب من الطحين. شو رايك انت تساعديني وتديريه؟ اوكي. رح نحط كوب من الطحين كلياته عشان بس نعمله منيح وحلو. عندنا قالب زبدة كلياتهم. واو، زي ما انتم شايفين حطينا الطحين والزبده، وهلا رح نبلش نعجنهم مع بعض لحتى تذوب الزبده وتختلط بالطحين منيح. طبعا بتحضيرنا لعجينه التارت بنقدر ان نستعمل العجانه الكهربائيه، بس احنا دائما هون في مامي ميس بنحاول نعمل الامور بابسط طريقه لحتى الكل يقدر ينفذها، اللي عنده عجانه واللي ما عنده عجانه. باي. Don't forget to subscribe لمامي ميس تي في. رح نضيف رشه فانيلا على البيض. 3 معالق سكر. 1 2 3. رح نضيف البيض على العجين. إذا حسينا إنها العجينة طرية معنا بنزيد عليها شوية طحين. زي ما انتم شايفين عجينتنا يا مايا صارت جاهزة معنا. خلطناها. لازم نحصل على عجينة يكون قوامها طري زي هيك. ايوه مايا بتشجع انها تشارك. هلا لازم نتركها ترتاح بالثلاجة لمدة ثلث ساعة وبعدين نكمل شغل فيه. الوقت اللي عم تبرد فيه العجينة رح نكمل شغلنا ونجهز الكاسترد اللي هو رح يكون حشوة جوا قوالب العجين بعد ما نخبزها. فمايا رح تساعدني، اوكي؟ انت عليك التحريك، اوكي؟ بتحبي تحرك مايا دايما. المكونات اللي بنحتاجها لتحضير الكاسترد هي بيضتين، معلقة فانيلا، نص كوب سكر، نص كوب طحين، ربع قالب زبدة، 3 كاسات حليب. رح نخلط هاي المكونات طنجرة صغيرة ونحركها لحد ما انه ينطبخ معنا الكاسترد على نار واطية. ورح نبدأ اول شي بالبيض. في عنا بيضتين، كمان بيضة، اوكي مايا؟ رح نضيف عليهم معلقة صغيرة فانيلا. شفتوا؟ أنا بحرك هيك. بعد ما خلطنا البيض مع الفانيلا رح نزيد نص كاسة سكر. يلا مايا حطي كله. 1 2 3. 1 2 3. مش عم بتخليني اخلط اليوم، شكله الكيكه كلها من ايدين مايا. وهلا رح نضيف 3 كاسات حليب، وهلا رح نضيف نص كاسه طحين، ورح نضيف ربع قالب زبده. طبعا الزبده هلا رح تذوب بس نحطه على النار. وطبعا كل هذا التحريك بيصير على البارد عشان يذوب الطحين وتتجانس المكونات، وبعدين ننقله على نار هاديه مثل ما حتشوفوا معنا كمان شوي. نستمر بالتحريك على نار واطيه لحتى يبدا يغلى معنا الخليط ويصير كثيف. زي ما انتم شايفين صار الخليط معنا، خليط الكاسترد كثيف، وهيك بيكون جاهز لحتى نستخدمه في وصفتنا. طلعناها من الثلاجة وشفتوا بس شوية عم تلزق على الإيد. شوفوا. اوكي. نعمل كرة كبيرة شوي بنحطها جواتها. فخلينا نبلش.
زي ما انتم شايفين هي مايا شرحت لكم الوصفة، فاروح انا ولا ضل معك؟ روحي. اروح خلص، يلا باي باي. تعصجوها بتعملوا اول شيء هيك، بعدين بتحطوها هيك بتصير. بس مايا بصير ارجع؟ لا اجي اساعدك شوي. اوكي يعني انا اذا بدك مايا يعني وصفتين ثلاثة حلقتين ثلاثة معي فرح تطلعني من كل البرنامج، فلازم ادير بالي. خليني اقول لهم بس مش حطول. زي ما قلت لكم مايا رح ناخذ كرات، بس كرة صغيرة مش زي الكرة اللي حكت عنها مايا. كرات من العجين بنوزعهم على قوالب صغيرة مثل هاي القوالب الموجودة هيك. ايوه، في قوالب خصوصي للتارت تقدروا تستعملوها. ممكن تستعملوا القوالب الصغيرة من مثل هيك، او في ناس مثلا بيحبوا يعملوها كلها بقالب كبير برضه ممكن. وزعنا العجينة بالقوالب وهلا رح نبدا نفردها جوا القوالب تاعتها، بحيث انه نخليها من جوا يا مايا شايفة كيف مفتوحة عشان نحط فيها الكاسترد. زي ما شفتوا هلا القالب صار جاهز معنا وحطيناه بالفرن لمدة من 15 ل 20 دقيقة حسب حرارة الفرن لعبين ما تتحمر معنا العجينة وتصير هشة. مش رح تنفش لأنه ما فيها بيكنج باودر، بس راح انها تتحمر شوي، وانتبهوا ما تحرقوها لانها بسرعة بتستوي. هلا عجينة التارت استوت معنا بالفرن ربع ساعة، انتبهنا انه حوافها صارت محمرة شوي فدغري طلعناها من الفرن. انتبهوا ما تنحرق معكم لانه زي ما قلت لكم ما بتاخذ وقت طويل لانها عجينة رقيقة كثير بتكون. وهلا رح نفرغها في طبق عشان نكمل شغل فيها. طبعا عجينتنا ما بتحتاج ندهن القالب قبل ما نشويها بالزيت او الزبدة لانه هي فيها كمية كبيرة من الزبدة، فمجرد ما نحطها بالفرن رح تسوح هاي الزبدة وتمنعها انها تلتصق. ملاحظين كيف؟ دغري عم بقيم هون بيطلعوا معي بكل سهولة. شايفة مايا؟ شايفة. حلوين؟ اوكي. هي القوالب صارت جاهزة معنا، قوالب العجين، وهلا بدنا نحشيها بالكاسترد ونزينها بالفواكه. فشوفوا معنا. هيك انا ومايا بنكون حضرنا لكم تارت الفواكه، طبق خفيف ولذيذ وسهل كثير. والحلو فيه انه شكله جاهز، يعني انا دائما بس اعمله بيسالوني من اي محل انت جايبتيه او من اي مطعم، ما بيصدقوا انه شغل بيتي. فان شاء الله يكون عجبكم، جربوه واكتبوا لي رايكم بالتعليقات، ولا تنسوا تعملوا ايش يا مايا؟ سبسكرايب لماما ميس. سبسكرايب واشتراك لقناه مامي ميس لحتى دائما توصلكم احلى فيديوهات منا. وهلا شو بنقول لهم؟ باي. باي.